فيرجن 21 حاطط لك بس الحاجات الاساسيه عشان ايه ما شتتلكش الموضوع وما حسكش ان الموضوع كبير. فالحاجات الاساسيه اللي انت تحتاجها بس خلال فترتك الاولى هي الكم ملف دول بس مش اكتر. يعني ملف الكراك، طبعا ملف الكراك عمل شورت لان هو الفيروس الانتي فيروس في الجهاز عمل له بان. طيب هنبدا بقى برنامج الاي بقى. تيجي برضه زي ما قلت لك سيف 7 نفس الكلام هناك بالظبط. هنخش مور اوبشن ماشي، تعال نفك الضغط بتاعه اكستراكت فايل، هنعمل اوكي. ركز معايا جدا، زي ما قلت لك انت اللي هتطبقه هنا في فيرجن 21 هو اللي هيطبق في فيرجن 19، هو اللي هيطبق في فيرجن 13. في كل فيرجنات التيا بورتال التسطيب بيكون نفس الفكره بالظبط، مفيش اي اختلاف ما بينهم وبين بعض. طبعا لسه بيفك الضغط ده بيكون حسب سرعه جهازك، على اساس بتبدا تشوف انت الفك الضغط بيخلص بسهوله يعني وبسرعه. هنخش هنا على الفولدر ده، نخش على الملف ده تاني. ده ملف بعد فك الضغط اهو. هيجينا كلمه ستارت هنا اهي، نعمل لارج بس الايقونات للايقونات دي. ماشي، اول ملف عندي هنا هو ستارت اهو، هعمل كليك يمين عليه وران اس ادمنستريتور. هنبدا نسطب يس. ركز بقى جدا في التسطيب ده لان انت التسطيب زي ما قلت لك واحد، يعني انت اللي هتقيسه هنا هو اللي هتقيسه على بقيه الفيرجنات بالظبط. طبعا لسه مازال بيحمل. زي ما قلت لك انت معاك طريقتين للتحميل. الطريقه الاولى انك ممكن تخش على موقع سيمنز وتحمل منه اي فيرجن انت عايزه، طبعا بكل حاجه فور فري. بس زي ما قلت لك ما بيكونش عندك الكراك متاح او الكراك موجود. والحاله التانيه هو انت حد يديك الفايلات دي كلها مثلا على فلاش او حاجه. بس انا هعمل لك حاجه جميله جدا، انا هسيب لك كلهم في درايف. هتخش على الدرايف ده ان شاء الله هتلاقي كل فيرجنات سيمنز موجوده عندك في الملف ده، جمعتهم لك كلهم في فايل واحد وحطيتهم لك في الدرايف ده. تمام. بيحمل معايا عربي خلاص، خلص 62% اهو. خلاص حمل معايا انستليشن تمام، نيكست. اتاكد ان انا اعمل سيلكت على الانجليش، ماشي نيكست. الانفورميشنز هنا بقول لك التعليمات اللي لازم تكون محيط بيها، بس عادي حاجه مش تهمك قوي يعني، نيكست. عايزك تتاكد هنا وانت واقف عند البارتيشن ده، تاكد ان كل المربعات عليها علامه صح. اتاكد ان انت محتاج تسطب كل الحاجات دي، سيماتيك وين سي دي تبع الاتش ام اي، سيماتيك وين سي برضه فيور ماشي ده تبع الاتش ام اي. اتاكد ان كل دول عليهم علامه صح عشان يعمل لك تسطيب لكل الملفات دي. خلاص كده ده كده كلهم هم. طيب بعد ما اخلص هنعمل نيكست. انا بقول لك هياخده كام في بارتيشن سي، هياخد سايز قد ايه. نيكست عادي. ماشي لايسنس اكسبت طبعا هنشتغل بكراك نيكست. ده الماشين كود اللي حاطه للجهاز بتاعك، تمام ماشي. نيكست. هنا بقول لك انت محتاج هتدخل معاك لايسنس تبع سيمنز ولا هتعمل ايه. طبعا لا، انا هشتغل بكراك فكونتينيو ويز كارنت سيتنج نيكست. وهنفتكر ان شاء الله يبقى نعمل فيديو هيكون خاص بلايسنس، لو انت جايب لايسنس من سيمنز ازاي تعمل لها اكتيفيشن عندك. اي اكسبت تمام. نيكست. خلاص كل الفاميلي بتاعت سيمنز زي معايا. نيكست انستول. هيبدا يحمل معايا، يخلص تحميل ان شاء الله وارجع لكم تاني عشان هو طبعا هيطول جدا في التحميل. والتحميل ده بيكون حسب سرعه جهازك زي طبعا ما قلت لك. رجعنا تاني بعد ما عملنا ريستارت كده، خلاص بيرجع بدأ يحمل تاني من اول وجديد. وكان في حاجه مهمه كنت عايز اقول لك عليها ونسيت، موضوع ان انت تحمل اعلى فيرجن موجود عندك على اللاب اللي هو فيرجن 21 مثلا، عشان لو حد بعت لك ملف من فيرجن اقل منك تقدر تفتحه عادي، مش هيبقى عندك مشكله. انما لو حد بعت لك مثلا، لو انت صبت فيرجن 19 وحد بعت لك ملف فيرجن 21 مش هتعرف تفتحه طبعا، هتحتاج تنزل فيرجن 21. طبعا هي بيكون ليها مشاكل طبعا، يعني مش كل حاجه بتكون ليها مميزات. عيوب ان انت لما يكون عندك فيرجن 21 لما تيجي تسحب برنامج من المكنه او من الماشين عموما تسحب الكود بتاعها، بتدي صلاحيات بس انك تشتغل بفيرجن 21 بعد كده، يعني اللي يجي بعدك بيقابل مشاكل في الكود ده.
طبعا لسه مازال بيحمل معايا اهو. زي ما قلت لك الموضوع بيختلف حسب سرعه جهازك وامكانيات الجهاز بتاعك يعني. هيخلص بس تحميل ونرجع تاني عشان ما نحاولش نخلي الفيديو وقته طويل. هو تقريبا خلاص حمل، هيكمل بس التسطيب بتاعه ونرجع تاني. طبعا اثناء التسطيب بعت لي مسج ريستارت تاني. طبعا هيعمل ريستارت عادي جدا، هيعمل ريستارت ويرجع نكمل تاني. بص احنا بعد ما خلصنا الجزء ده هتعمل ريستارت تاني عادي. هو كده خلاص، هو خلص عمل السيستم كونفيجريشن بتاعه. هنعمل ريستارت بعد كده نرجع وخلاص. في الاخر كده خلص كل حاجه في السيفتي الوين سي ده. تمام، هبدا افك الضغط على الفايل التاني بعد ما سطبنا الفايل الاولاني خلاص واشتغلنا واتاكدنا ان هو الفاميلي التاني نزلت كلها. طبعا يطلب منك كذا مره ريستارت عادي مفيش مشكله. نخش على الفايل التاني نبدا نفك الضغط بتاعه. مور اوبشن اكستراكت فايل هير. اوكي. ده كده تاني ملف حاليا بنبدا نسطبه دلوقتي بالترتيب اللي قلت لك عليه. خلاص خلص، هنخش عليه. دبل كليك، كليك يمين وهعمل ران از ادمنستريتورز. يس. في الاغلب ده مش هياخد منك وقت كبير لان ده مش زي الملف التاني. ماشي. بيحمل معايا طبعا زي ما قلت لك انت الموضوع بالنسبه لك حسب سرعه الجهاز بتاعك. طبعا زي ما قلت لك لو انا شغلي بالنسبه لي بي ال سي ودرايف بس مش هشتغل اتش ام اي قوي. مش هحتاج اسطب البرنامج ده، بس زي ما قلت لك يفضل انك تسطبه. لان انت احيانا بتبقى انت في عندك بروجكت او حاجه شغال عليها مش فاضي اصلا تسطب البرامج، فخلصهم كلهم وسطبهم كلهم مره واحده بحيث يبقى انت خلصت الجزء ده تماما يعني. ده لو انت عندك اصلا اتش ام اي من نوع اللي هو يفاين ده. زي ما قلت لك انا بالنسبه لي اصلا بسطب كل الكومبوننت اللي بتخدم الابلكيشن بتاعي او التطبيق بتاعي، مش بسطب اي حاجه وخلاص. تمام. نيكست. اتاكدت ان كل السكوير اللي عندي او كل المربعات اللي عندي فيها علامه صح. نيكست. لوكال كمبيوتر نيم كريت سيرتيفيكيت ماشي. سيرتيفيكيت ليتر لا. ايثرنت نيم لا. لوكال لا لا مش نيكست عادي. سيلكت كنترول يوزر نيم مانج. نيكست. نيكست. دو نوت كونفيجريشن. نيكست. اكتف اكسس فور يوزر فايل. هتقفل طبعا activated security download. طبعا هنشتغل كل ده بالكلاك زي ما قلت لك، فهتعمل accept عادي. هتعمل تكمل I accept all. هنا I accept all برضو. next. I accept all هيبدأ يسطب عندك عادي. next. خلاص دي الحاجات اللي هتنزل عندك في الخاص بال HMI install. طبعا زي ما قلت لك الوقت هنا هيكون قليل لان اهم برنامج وقتها البرنامج بالنسبه لك هو البرنامج اللي كان في الاول اللي هو خاص بالتيا بورتال اللي هو المين بتاع تيا بورتال اصلا. هخلص دوت ونخلص الزمن بتاعه ونرجع تاني عشان بس ما ناخدش وقت كبير. بص احنا بعد ما خلصنا الجزء ده هتعمل ريستارت تاني عادي. هو كده خلاص، هو خلص عمل السيستم كونفيجريشن بتاعه. هنعمل ريستارت بعد كده نرجع وخلاص. في الاخر كده خلص كل حاجه في السيفتي الوين سي ده.